السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكلمكم يا جماعة بخصوص تركاية صغيرة كده بخصوص أزمة السكر. أزمة السكر ديت ما عملوهاش التجار المصريين زي ما أنا كنت فاهم في الأول، ولا أنا ولا أنت ولا حتى عمرو اللي عملها. اللي عملتها الشركة الإماراتية المملوكة لجمال الغرير. ده عنده أكبر شركة اسمها شركة الخليج الإماراتية. جم مصر وخدوا 181 ألف فدان في قنا، وعملوا استصلاح وعملوا مباني، وبعد ما بقى في انتاج حصلت الازمه. بدل ما هم يفيدوا السوق المحلي خدوا هم السكر وباعوه لاوروبا. عملوا عندنا الازمه دي مش هتنها يوم ولا اتنين ولا تلاته، لا 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 لا. بعد كمان ما الدوله حذرتهم من تصدير السكر للدول الاوروبيه، هم برضه غصب عن اي حد مصممين وشغالين في التصدير، لان مفيش قانون يمنعهم. ازاي المفروض الناس دي جت خدت قروض من البنوك المصريه وخدت تسهيلات وخدت اراضينا وخدت العمال بتاعتنا، وبعد كده بتصدر السكر بتاعنا اللي عملوه في مصر للدول الاوروبيه، واحنا مش لاقيين السكر؟ والله العظيم معادله ما لها اي لازمه. وهو ده اللي حصل فعلا. جمال الغرير اللي ماسك شركه خليج الاماراتيه اكبر شركه، وهو اللي عمل كده الشركة الإماراتية. ربنا يسترها، وكل سنة وانتم طيبين. سلام عليكم.